الفيلم ديالنا كيبدا مع المخرجه فلوريس اللي باغا تصور فيلم في غابات الامازون على القبائل اللي كتعيش تماك، وجا عندها المصور ستيفن المتخصص في دراسه شعوب الامازون، وقال لها باللي يقدر يحدد البلاصه فين كاينه القبيله اللي بغات تمشي ليها. والغد كرات واحد الباطو استعدت للرحله هي والفريق ديالها، وستيفن بدا كيشرح لهم الباطو الطريق اللي غيمشيو فيها، وجا ستوريج معطل حتى لاخر لحظه وركب معاهم، وشويه شدوا الطريق وسط الغابات الخطيره ديال الامازون. وبدات فلوريس كتصور في المقدمه ديال الفيلم الوثائقي، وفي نفس الوقت كانوا غاديين وسط الغابه. وواحد النهار كانت الشتا كتصب بزاف وغيسمعوا شي واحد كيعيط ليهم، ومني قرب وحده طلب منهم المساعده حيت الباطو ديالو خسر ليه. ومني لاحوا ليه الحبل وطلع لعندهم قال لهم باللي الفرفاره ديال الباطو خسرات ليه ووحلات في الاعشاب الصغيره اللي تحت الماء. وقال ليه ستيفن حنا شادين الطريق لوسط الغابه وخونا لصق فيهم، وقال لهم وصلوني معاكم لواحد القبيله كنعرفهم باش نصلح عندهم الباطو ديالي. وستيفن كان متردد بزاف حيت بان ليه هاد خونا التصرفات ديالو في شكل ومخبي عليهم شي حاجه، ومن بعد غيشدوا الطريق ديالهم. وخونا بدا كيصيد في الحوت بواحد الطريقه واعره وبين عليه مولف العيشه في هاد المناطق. وشويه بدا كيهضر معاهم وسولوه شنو جابوا لهنا، وقال لهم باللي هو سميتو سارون والخدمه ديالو كيصيد الافاعي ويبيعهم. وقال لهم واش نتوما جايين هنا باش تصيدوا في الامازون؟ وقال ليه ستيفن حنا غادي نصوروا واحد الفيلم وثائقي على القبائل اللي كتعيش وسط الغابات. وقال ليه سارون راني كنعرفهم فين كاينين ونقدر نديكم لعندهم، ولكن بشرط واحد، تعاونوني نصوب الباطو ديالي. ومن بعد ايام كنشوفوهم وصلوا لواحد البلاصه غريبه فيها واحد اللفعه كبيره على شكل تمثال. وقال لهم سارون وصلنا لبلاصه القبائل اللي كتعبد الافاعي الكبيره. وبدا ستيفن حتى هو كيعطيهم معلومات على هاد القبائل، وسارون ما حملوش وجاتو الغيره منه حيت عنده حتى هو معلومات كثيره في راسه. ومن بعد كملوا طريقهم في الواد الكبير، ولكن غيوقف بهم الباطو بعد ما وحل في الاعشاب الصغيره اللي تحت الماء. وستيفن لبس اللبسه ونزل باش يفك الباطو من التحت، ولكن غيتخنق وبدا شاد في عنقو حيت ما قدرش يتنفس. ومني شافوه كيغرق تلاحوا عنده ونقضوه. وماتيو غيلقى واحد الحشره واحله ليه فمه، وقال ليه سارون هاد الحشره راها سامه، وفتح ليه الحنجره ديالو ودخل فيها واحد السيوق باش هكا يقدر يتنفس. وهنا فلوريس بغات تلغي الرحله وترجع في حالها، وقالت لهم خاصنا نرجعوا لاقرب سبيطار باش نعالجوه. وقال لها سارون الا رجعنا من نفس الطريق اللي جينا منها غنتعطلوا ويموت لينا في الطريق، من الاحسن نمشيو في هاد الطريق اللي قريبه ومختصره بزاف. ولكن داني ما كانش شايق فيه وقال لفلوريس هاد خونا راه ما فيهش ثقه، وهي تقول ليه ما عندنا حتى شي حل من غير نمشيو في الطريق اللي ورانا. ومن يبداو غاديين في الواد غيلقاو في طريقهم واحد الحاجز ديال الخشب. وقال لهم سارون اول مره كنشوف هادشي في الطريق، وغيجبد ديناميت ونزل هو وكاري باش يفجروا الحاجز. وفاش بداو يلصقوا الديناميت في الخشب كاري حس بشي حاجه قاصته من تحت الماء. ومن يرجعوا للباطو سارون غيفجر الحاجز وهكا طار عليهم الماء وتلاحوا عليهم بزاف الافاعي، والبرامل ديال ليسانس طاحوا ليهم في الماء وبقى عندهم غير برميل واحد. ومن بعد غيكملوا الطريق ديالهم، وسارون شاف واحد الباطو قديم وقال لهم يلا نمشيو ليه ربما نقدروا نلقاو فيه ليسانس. وهما ينزلوا مشاو معاه. ومن يدخلوا للباطو سارون لقى واحد الصندوق قديم وطلب من داني باش يعاونو، وقال لي خاصنا نوصلوا هذا الصندوق للباطو ديالنا. ومني كانوا راجعين ماتيو طاح من الباطو وما شافوه، دفعه كبيره بزاف وتلوت عليه حتى تخنق وهي تصرطو. وهنا مني رجعوا للباطو سولتهم فلوريس على ماتيو فين بقى، وقال لها سارون ما عرفناش فين مشى، وغالبا غتكون سرطات وشي دفعه كبيره بنفس الحجم ديال هاد الجلد. وهو يسرح لهم الجلد ديال واحد الاناكوندا كبيره بزاف. وفلوريس خلعات مني شافت هاد الجلد بهذا الحجم، وقالت لي هاد الافاعي راه ما كيأذيوش بنادم. وهو يقول لها شفتي هاد الضربه الكبيره اللي في وجهي راها بسبب واحد اللفعه كبيره كنت باغي نصيدها. وداني والطاقم كامل شداتهم الخلعه، وقال لهم خاصنا نحاولوا نشدوا اللفعه حيت الثمن ديالها غالي وغنصوروا فلوس كثيره الا بعناها حيه. وفي الاخر قالت لهم فلوريس خاصنا نباتوا هنا باش غدا نقلبوا على ماتيو ربما يكون باقي حي. ولكن صحابها ما بغاوش حيت خافوا من اللفعه تخرج لهم مره اخرى، وكانوا متاكدين باللي ماتيو ديجا مات. وفي الليل كنشوفوا سارون كيهضر مع كاري، وقال ليه الا بغيتي تولي لاباس عليك هذه هي الفرصه، عاوني نصيدوا اللفعه الكبيره وغنقسموا الفلوس بجوج مني نبيعوها. وهكا قدر يعمر ليه راسو بهاد الهضره ودوروا على صحابه. والغد كنشوفوهم كملوا طريقهم، وسارون غيصيد واحد القرد باش يديروا طعم اللفعه ويشدوها. ولكن فلوريس ما عجبهاش هادشي حيت ما كتحملش اللي قتل الحيوانات. وكاري قال ليه هاد القرد غيعاوننا بزاف باش نصيدوا اللفعه. وهنا فلوريس تعجبات من هضرته وقالت ليه واش وليتي شريك معاه. وقال لها كاري انا محتاج للفلوس وهذه هي فرصتنا باش نديروا لاباس. وداني من يسمع هادشي بغى يجري عليهم من الباطو، ولكن فاجئوا سارون وطلق عليه قرطاسه، وهكا ولا هو اللي مسيطر على الباطو. في الليل كنشوفوا كاري كان هز واحد المكحله وكيستعد باش يبداو الصيد. وسارون من يلا حس النار الكبيره غتشدها اللفعه وخرجت من وسط الواد. وسارون طلب من كاري باش يضوي عليها، وهي تقطع السناره وهجمت على سارون، ولكن غيضربها بواحد النبله وطاحت في الماء. وفي نفس اللحظه داني نزل الواد باش
كينقذ المساعده ديال سارون اللي طاحت في الماء، ومن طلعها الباطو اللفعه جات وهجمت على كاري وتلوات عليه حتى عصراتو مزيان وهي تنزلو لتحت الماء وقصاتو. ومن بعد هادشي اللي وقع فلوريس دارت واحد الخطه لسارون، دارت راسها كتهضر معاه وكتقرب منه حيت عاجبها، وجاه ستوريج من اللور وضربو للراس تغيب، ومن نفاق لقى راسو مربوط وقالت لي فلوريس راني عرفت الخطه ديالك، جبتينا بالعاني من هاد الطريق باش تصيد اللفعه وفكرتي غير فرشيش لصحابي. وهو يبدا يضحك عليها وهي تضربو. ومن بعد داني وستوريج غيسوقوا الباطو وبقاو غاديين حتى لواحد البلاصه فيها الشلالات، وهو تضرب الباطو مع الصخر وخسر ليهم ونزلوا بثلاثه باش يصلحوه. اما المساعده ديال فلوريس بقات حاضيه سارون، ومني قربت حداه قدر باش يشدها برجليه وخنقها وحيد ليها الموس ولاحها في الواد. وهنا داني غيحس بشي حاجه كتحرك تحت الماء وهي تخرج ليهم اللفعه وهجمت عليهم ورجعوا كيجريو الباطو، وستوريج هرب من الجهه الاخرى وطلع في الصخر. وهنا كنشوفوا سارون فك الحبل اللي مربوط به وضرب داني بالموس، وفلوريس هزات المكحله باش تيري فيه ولكن خداها ليها وضربها، وشويه رجع ليه داني مره اخرى وشدوه بقى كيضرب فيه حتى سخفو. وفي نفس اللحظه كنشوفوا اللفعه وصلت عند ستوريج ويلاه بغات تاكلو وهو ينقز من الشلال، ولكن تبعاتو بالزربه وشداتو في السما قبل ما يطيح. نرجعوا للباطو ديالنا اللي طاحت عليهم واحد الشجره كبيره ولاحت داني في الماء، ومني شافتو اللفعه تلاح هجمت عليه، وفلوريس هزات المكحله وبدات كتيري فيها حتى قتلاتها، وهكا نقضت المساعده ديالها وداني. وهنا غيفيق سارون وجا عند فلوريس وشدها من شعرها وبدا كيضرب فيها حيت قتلات اللي هو كان باغي يصيدها حيه، وحيد ليها المكحله ديالها ويلاه بغى يتيري في داني. غيجي ليه ستيفن اللي كان سخف في الاول ديال الفيلم وهو يضربوا لظهره ولاحوا في الماء وخلوه مليوح تماك ومشاو في حالهم. ومن بعد داني غيكمل الطريق بالباطو ووصلوا لواحد الدار مهجوره جنب الواد ومشاو ليها وبقاو كيقلبوا لداخل، تلقاو فيها ليسانس وواحد الجلد كبير ديال شي لفعه كبيره. وشويه غيخرج ليهم سارون مره اخرى وبقى كيضرب فيهم حتى سخفهم وقدر باش يربطهم بجوج، وخوى عليهم سطل ديال الدم وقال لهم هاد الدم ديال القروده وعزيز على الفاعي بزاف، ومني غيشموه غتجي شي لفعه كبيره باش تاكلكم، وديك الساعه غنشدها حيه. وفعلا جات واحد اللفعه كبيره بزاف وتلوات على داني وفلوريس وبدات كتعصر فيهم، وسارون كان موجد ليها واحد الشبكه كبيره وهو يجمعها عليها وشدها، ولكن اللفعه كانت كبيره وبقات كتضارب تهرسات الفخ كامل اللي داير ليها سارون. ومني شافها تفكات بغى يهرب منها ولكن تبعاتو وشداتو من كتفو وهي تلوى عليه وعصراتو باش يتخنق، ومني مات بدات كتاكل فيه على خاطرها. وداني وفلوريس استغلوا الفرصه وهربوا، وفلوريس دخلت لواحد البيت وكانوا فيه ولاد اللفعه وهي تجي ليها الام ديالهم ولاحت فلوريس من فمها بفمها باش تهجم عليها، ولكن داني قال ليها طلعي في هاد الشوميني وهربي للفوق، وشد هو واحد الفاس وبدا كيضرب في اللفعه باش ما تتبعهاش. ومني طلعت فلوريس وهربات شد هو دوك البرامل ديال ليسانس وشعل فيهم العافيه وطلعت مع الشوميني وهي تشوط اللفعه في السلوم، وفلوريس نقزات من الفوق بعد ما راب الشوميني كامل، ولكن اللفعه ما ماتتش واخا شدات فيها العافيه وبدات قاصده فلوريس باش تقتلها، ولكن داني هز الفاس ديالو مره اخرى وهو ينزل عليها بضربه للراس وقتلها، وهكا نقذ صديقته فلوريس من الموت. ومن بعد غير رجعوا لعند ستيفن ولقاو الحاله ديالو تحسنات وفاق من المرض، وكملوا الطريق ديالهم حتى وصلوا لعند القبائل اللي جاو على ودهم. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيلم ديالنا. الى عجبكم الملخص شاركوا في القناه